كنت أفكر اليوم بعض الناس يصومون لكنهم لا يصلون بل ويقعون في معاصٍ حتى في شهر شعبان كأنه شهر عادي تماما. هذا مؤلم يا عزيزتي. الصيام عبادة عظيمة، لكن الصلاة هي عمود الدين. كيف يرجى قبول الصيام مع ترك الصلاة؟ لكن يا أبي، أليس الصيام نفسه طاعة؟ ربما الشخص يحاول ولو بخطوة واحدة. محاولته تحسب له من حيث النية، نعم، لكن لا ينبغي أن نزين له الخطأ. ترك الصلاة أمر خطير، وأخطر منه أن يجتمع مع شرب الخمر والمعاصي، خصوصا ونحن على أبواب رمضان. نعم، يجب أن نكون حذرين جدا. شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، وكان النبي يكثر فيه من الصيام استعدادا لرمضان. كيف يستعد لرمضان بالمعصية؟ أشعر أن المشكلة أحيانا في الفهم. بعض يظن أن الصيام مجرد امتناع عن الطعام وليس امتناعا عن الذنوب. نعم يا بنيتي، هذا صحيح. بارك الله فيك يا حبيبتي. أحسنت. الصيام تربية للنفس، تهذيب للسلوك، وقرب من الله. فإذا صام الجسد وبقي القلب غافلا، فما الذي تغير؟ نعم، الروح هي الأساس. ورمضان ليس شهرا نؤجل فيه التوبة، بل شهر نقبل فيه على الله بقلوب نظيفة. نعم، علينا أن نغتنم هذا الشهر. من لم يتب في شعبان فمتى؟ أمي، ماذا تقصدين؟ تعني أن علينا أن نغتنم هذا الشهر للتوبة. إذن واجبنا أن ننصح برفق، لا أن نحكم على الناس. نعم يا حبيبتي، هذا صحيح. الناس يختلفون وهذا جميل. لكن أيضا لا نسكت عن الحق. نعم يا بنيتي، هذا صحيح. الصدق دائما أفضل. بقول له صيامك خير لكن صلاتك أولى، وترك المعاصي هو الطريق الحقيقي لاستقبال رمضان. أسأل الله أن يبلغنا رمضان بقلوب تائبة، لا صائمة فقط. آمين، وأن يجعل رمضان نقطة بداية لا مجرد عادة سنوية. نعم يا حبيبتي، جميل جدا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد